مع انا الكسالة بديت كنحكي ليها، عجبها الحال بزاف. ما عقلناش على راسنا بجوجنا حتى وصلنا لشي حوايج اخرين. ما عمرني حسيت بشي متعه في حياتي بحال هذيك المره. السلام عليكم متابعين ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم قصه جديده، ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو في القناه. انا سميتني احسان، انا البنت رقم 7 من بعد 6 ديال البنات. ماما كانت كل مره كتقول هاد المره غادي يجيب لي الله فيها وليد، لا غادي نفرح بيه ويفرحوا بيه خواتاتو وتفرح حتى بابا. واخا الصراحه الوالد ماشي من الرجال اللي تيبقاو يقولوا للمراه ولدي لينا الولد، حيت هو قاري وواعي وعارف بلي كلشي من عند الله. كتعاود لي اختي الكبيره فاش تزاديت، ماما كانت ديما كتشري الحوايج لونهم زرق، حتى من السميه اختارت سميت احسان حيت كتجي مع البنت وكتجي مع الولد. وبقات ماما مني تزاديت كتعاملني ديما كي الولد اكثر ما انني بنت. حتى تصاوري من صغري شعري ديما ليكوب قصار بحال ديال الدراري. خواتاتي كانوا تيبغيو يديروا ليا مشيطات زوينين ويشدوا ليا شعري بالباندات ويلبسوني كسيوات، ولكن ماما بحال كانت كتقلق حيت الهوس ديالها بالولد هو اللي خلاها تبغي تشوفني بزز ولد واخا انا بنت. حيت على ما عاودوا ليا بابا كان قال ليها امتى تبقاي تقلبي على هاد الولد، صافي الحمد لله على هاد البنات اللي عندنا، ما تعاوديش تفكري تحملي. في الحقيقه انا من صغري تزرعوا فيا واحد الاحاسيس مخلطه وغريبه. اكثريه فاش بلغت تلفت كتر، كنفكر فاش كنت كنقرا في الاعدادي كنت ديما كنبقى ساهيه في واحد البنت كانت تقرا معايا. حنا اصلا كنا صحابات، هي على نيتها كانت ديما كتقول لي انت احسن صديقه عندي. انا راسي ديما كان كيمشي بعيد حيت كنت كنشوفها في شكل وكنت تنغير عليها بحال شي راجل مع مرته. واحد المره كنا راجعين من المدرسه في العشيه، كانت الشتا والحال مظلم. ديك لابيز اللي موالفين كنديرو لبعضياتنا في الحنك باش تنقولوا بسلامه، انا بلا ما نشعر بستها في فمها. واحد الطريقه حتى دفعتني، قالت لي مالك حماقيتي. من بعد داك النهار ما بقيتش قادره نهضر معها ولا نهز راسي وسط ديك الاعدادي، حيت عرفت بلي عاودت كل شيء وفضحاتني. فين ما كندوز كيبقاو يشوفوا فيا بحال شي كائن غريب. صافي من تما ما بقيتش تنحمل القرايه، عياو فيا ماما وبابا ووالو، قالوا لي نسجلوه في مدرسه اخرى. واخا ما عارفينش المشكل كيسولوني واش تخاصمت مع شي استاذ ولا مع صحاباتي، والو قلت لهم ما بقيتش تنحمل القرايه، ما بغيتش حيت انا عارفه المشكل فيا. خفت من داك المرض ديالي يفضحني في اي بلاصه مشيت ليها. وليت منعزله، راحتي كنلقاها غير في الليل، كنبقى سهرانه وكنتفرج. انا براسي ما كنتش عارفه شنو واقع ليا، شكون انا، واش بنت ولا ولد. كنبقى نسرح في الخيال المريض ديالي. مره تنعاتب راسي كنت تالفه بزاف. واحد النهار جا بابا قال لي ان الشركه اللي خدام فيها بغاو يخدم في واحد الفرع ديالها كاين في دبي في الامارات ويقدر يدي معاه الاسره ديالو. فعلا مشيت انا وماما واختي، وحده اللي كبر مني حيت خواتاتي الاخرين كلهم مزوجين. سافرنا لهذيك البلاد جديده عليا، سافرت معايا الاحاسيس الغريبه اللي كانوا مدفونين في الداخل ديالي واللي عمرني قدرت نصارح بهم شي واحد. واخا كنت كنظن باللي خواتاتي وعائلتي يقدروا يساعدوني ويفهموني. المهم في دبي ولا بابا كيتخلص مزيان، عاطينو السكنه والطوموبيل ديالو، جمع شويه ديال الفلوس، قال ماما ديري شي مشروع ديالك، واقترح عليها دير شي صالون حيت هي كان عندها دبلوم ديال الحلاقه والتجميل. فعلا فتحت ماما صالون في واحد البلاصه زوينه وجابت شي بنات يخدموا ستوشوار وسوان فيزاج. انا قالت لي بقيت تسجل لي المواعيد ديال الناس حيت في ديك البلاد ضروري تاخذ موعد قبل ما تجي شي صالون ولا اي بلاصه. وليت فرحانه يمكن حيت خدمت حسيت براسي كبرت. والحقيقه كانت لا، هي انني خدامه في واحد البلاصه عامره غير بالبنات. اش غادي نقول لكم، اين زين اين روايح كيدوزو من حدايا كنطير معاهم، كنقول مع راسي ياك حتى انا بنت بحالي بحالهم. شنو هادشي اللي تيوقع ليا؟ ما فاهمه والو لحد الان. واحد البنت كانت كتجي 2 المرات حتى 3 في السيمانه، كتبقى تشوف فيا شي شوفات في شكل، ولكن الطريقه باش كتشوف فيا اثيراتني وكتعجبني. عرفتها من اللهجه ديالها اللبنانيه. واحد النهار جات واحد السيده للصالون هي وبنتها مغربيه، حتى سمعت ماما كتقول لها والله حتى العالم صغير، شوف نكتب لنا نتلاقاو. عرفت ديك الساعه ان كانت صاحبه ماما مني كانوا صغار. وهاد السيده اقترحت على ماما دير حمام مغربي
في الصالون. قالت لها غادي تمشى لك مزيان حيت عندهم الحمام مغربي هاي كلاس، اكثريه تكون غير في الهوتيل والصالونات الواعرين. ماما عجباتها الفكره، ما نكذبش عليكم انا عجبتني كتر. صافي من بعد قالت لنا ماما غادي تشوف شي فيليبينيات يخدموا في الحمام المغربي. قلت لها ماما الا كان غير الحكان انا نخدم فيه، حنا المغاربه اللي كنعرفوا الحكان. ما بغاتش ماما في الاول، قالت لي اويلي بنت مولات الصالون تخدم كساله. قلت لها مالها شنو فيها، ياك خدمه خدمه. بقيت مقاتله معاهم حتى خدمت في الحمام، ماشي بحالنا تقدر تدخل غير وحده بالوقت وبالموعد. حتى ديك اللبنانيه اللي جات عرفت درنا حمام مغربي وفرحات وخدات رونديفو وجات دخلت مع انا الكساله. بديت كنحك ليها، عجبها الحال بزاف. ما عقلناش على راسنا بجوجنا حتى وصلنا لشي حوايج اخرين. ما عمرني حسيت بشي متعه في حياتي بحال هذيك المره. اكتشفت هذاك النهار باللي ماشي انا البنت الوحيده اللي غريبه، ها هي حتى هاد البنت بحالي. عرفت من بعد ان هاد الحاله كتجي بزاف ديال الناس. واحد النهار هي تشوفنا واحد البنت خدامه عندنا في الصالون، ومشات قالتها لماما. ماما في الاول ما صدقاتش، ولكن دخلها الشك، قالت غادي تحضيني. فعلا تصدمات. واحد النهار حصلاتنا متلبسين، جرات على ديك البنت وقالت لبابا ضروري نشوفوا شي حل لهاد العجب. قال لها بابا الذنب ماشي ديال البنت، الذنب ديالك انتي اللي كبرتيها، ما هي بنت ما هي ولد. خلطتي لها الهرمونات الانوثه والذكوره وعجنتيها كيف بغيتي. من بعد داوني عند واحد الطبيب نفساني متفهم مزيان، بقى تيقول لي راه هاد الحاله اللي عندك راه تيعيشوها بزاف ديال الناس، ان شاء الله غادي تجاوزي هاد المرض وترجعي عاديه. غير تبعي الدواء مزيان والجلسات اللي تندير لك. وهذوك الجلسات كنت كنديرهم مع شي ناس اخرين بحالي. بشويه بشويه بديت فعلا كنرجع داك الاحساس الانثوي. شي مرات كيزورني داك الولد اللي وسط مني. من بعد وليت كنقاوم وكنعاون راسي بالصلاه والاذكار حتى تمكنت انني نسيطر على الاحاسيس والشذوذ اللي فيا. وليت تنبغي الانوثه اللي بقيت مخبيه لداخل ديالي هادي سنين. ماما اللي كانت كتقطع ليا شعري بحال الولد ولات كتقلب على الوصفات اللي كيطولوا الشعر وكتصوب ليا مشيطات، ورجعت تلبس كسيوات. يا وليت حتى انا مرا ولاو تيخطبوني الرجال، حيتاش خطبني واحد السيد اماراتي خدام في شركه مع بابا. جا واحد النهار يدي واحد الدوسي شافني وجبته والحمد لله تزوجنا. ولكن قبل ما نتزوجوا فتره الخطوبه صارحته بكل شيء، صارحته بالمرض اللي كنت تنعاني منه، حيت هاد الامراض النفسيه تقدر ترجع تبان شي مره اخرى لا قدر الله. هو عجبو الحال وكبرت لي في عيني. قال لي كاينين بزاف الناس عندهم هنا عندهم نفس الحاله اللي كنت كنعاني منها. الحمد لله انا دابا عندي معاه وليدات وكنعيش كاي انثى بالجمال والاناقه ديالها. كنشوف راسي في المرايه دابا كنقول الله شحال زوينه وفنه. ما جاش معايا داك الزوفري اللي كان فيا. هذه هي قصتي. ما تنسوش ديروا ابوني وتفعلوا جرس. بهاد الابوني غادي تعتق راسك وتعتق الناس اللي عزازين عليك، غادي تبدا ترد البال من شي حوايج اللي ما كانوش في راسك.